وهذا الزلمه يقول راح اتعاقد وهي اغلى لاعب بتاريخ ريال مدريد. اولا بيريز يقول لك راح اقدم عرض ب 150 مليون يورو، وهذا اللاعب نجم ونجوميته تقريبا نفس نجوميه كريستيانو رونالدو لما كان شاب. وثانيا اللاعب شاب ومدافع ويلعب بمركز الوسط وكذلك الهجوم، هو مو كين مو اوليسي مو هالاند ولا دوكو. وفوق كل هذا اللاعب ما يلعب بالدوري الانجليزي. اكثر الناس عرفت كل الانديه وراحت على باريس وركزت على جو نيفيز وكذلك فيتينيا. بس لو تصفن لها هل اللاعبين يستحقون 150 مليون يورو؟ هل اللاعبين ذوي نجوميتهم نفس نجوميه زيدان ورونالدو؟ واكو مصادر قالت لا، اللاعب الوحيد اللي يستحق 150 مليون يورو هو جوليان الفاريز. بس لو تصفن لها ترى اكثر مركز بين نجوم ولاعبين داخل ريال مدريد هو مركز الهجوم. والشغله الثانيه، هل ريال مدريد فعلا محتاجه؟ فيجي حلال المشاكل فابريزو رومانو ويعطيك هاي الاسماء المقترحه، وتقريبا نفس ما توقعت وشكيت، فخلي نشوفهم واحد واحد. بالنسبه لكفاراتسخيليا هو اكثر واحد يستحق ال 150 مليون يورو بهاي القائمه، وخاف ما تدرون اخذوا هاي المعلومه، ترى اللاعب مدريدي وحلم يلعب لريال مدريد بيوم من الايام. بالنسبه لموسيالا اول شيء ما يستحق ال 150 مليون يورو، ثانيا اللاعب مستواه نزل من بعد الاصابه. وهسه نجي لاكثر لاعبين انا شاك بيهم. اللاعب الاول هو ديزيري دوي، حرفيا هذا اللاعب تنطبق عليه كل المواصفات اللي قال عليها بيريز. والسبب الثاني انه هو كان ولا زال المنافس الوحيد لامين يامال بعيون الصحافه، وزيد عليهم ان علاقته وكيليان امبابي جدا قويه. واللاعب الثاني هو ابراهيم بايش، لكن اكو مشكله وحده تمنع ان هذا اللاعب ينتقل لريال مدريد، وهاي المشكله ما لها حل، لان اللاعب برشلوني وسبق وصرح بهذا الشيء وقال انا ما اتشرف العب لهذا النادي، يا خساره ريال مدريد كبيره اذا ما جاب ابراهيم بايش. وهسه حلونا هاي الحزوره منو اللاعب اللي راح يجيبه بيريز ب 150 مليون يورو ونجوميته نفس نجوميه كريستيانو رونالدو.